الله جل وعلا يحفظ الإنسان في نفسه، ويحفظه في دينه، ويحفظه في ولده، ويحفظه في أهله، ويحفظه في دنياه وأخراه على قدر صلاحه. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا يدل على أن الصالحين يحفظهم الله، فما من صالح إلا وله كلاءة من الله وحفظ وعناية، الله وليهم. وهكذا ملائكة الله سبحانه وتعالى معهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم.